السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا واحد الوصفه اللي هي جميله جدا، اللي هو المخمر ديال الشحمه بمكونات بسيطه. خليكم معايا باش نعطيكم المقادير ديال هاد الوصفه هذه. لاول مره تدخلوا على قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا باش يبقى يوصلكم الجديد. انا حبيبي المكونات عندي 2 معلقات ديال الخميره، معلقه واحده ديال السكر، كنضيف هنا حبايبي الكرام كميه اللي غتكفاني ديال الطحين، مع معلقه ديال الملح حطيتها فوق الطحين عندي الماء دافي. وهنا انا كنعجن في العجينه عاديه بحال اي نوع من العجائن ديال الخبز، يعني بسيطه جدا، غير كديرها وتجيبوها شويه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في العجن. هاد المخمر هذا المخمر جميل جدا لانه كنضيفوا فيه بزاف ديال المكونات. تقدر تضيفي فيه خضر مختلفه، كتجي المذاق ديالها جميل. من بعد انا هنا مني عجنت العجينه خليتها كتخمر، ودابا ان شاء الله غادي نحضر المكونات اللي عندي هنا 4، او تقدروا تستخدموا نص كيلو ديال الشحمه. انا عندي غير هاد الكميه هذه غادي نضيف منها. ومن بعد عندي هنايا تقدروا تستعملوا الكميه الكافيه ديال الخضار. عندي هنايا 2 جزرات محكوكين مع بصله واحده محكوكه، وكذلك عندي القزبر والمعدنوس مقطعين، او تقدروا تضيفوا غير القزبر بوحدو ما كاينش مشكل. انا هنا خلطتهم. انا هنا كيعجبني نضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال الشحمه هذه، كنقدر نجمع هذيك العطريه مع ديك الخضر. باش معلقه ديال البقدونس يابس، ومعلقه ديال الفلفل، معلقه صغيره ديال النعناع يابس، فلفل احمر، فلفل اسود. هادو هما المكونات، يعني مكونات عاديين. الكركم الاصفر، وكتخلطوا هاد الكميه. تقدروا تضيفوا الفلفل الحار، ولكن انا هنا استغنيت عليه. وكتجيني هذه هي الحشوه اللي غادي انا نديرها في البطبوط ان شاء الله. حشوه هي كتكون يعني من خضر متنوعه، تقدروا تضيفوا اي نوع من نوع الخضر، هو كيجي لذيذ بزاف. وهنا حبيبي الكرام بعد مني عندي العجينه خمرات. انا هنا رشيت شويه ديال الطحين بحال هكذا، خمرات على خاطرها المده ديال نصف ساعه بحال هكذاك. بعد من ما حضرت ليها المكونات غادي نلويها عادي، يعني ككويرات عاديين بالحجم اللي غادي يكفاني. انا ما غاديش نكبر الكويرات، غنديرهم يعني متوسطين. انا بعد مني لويتهم كنبدا باول حبه لويتها بحال هكا، يعني كورتها نسرحها شويه. من بعد كنجيب الحشوه كنديرها في قلبها، نتاكد ان الحشوه يعني غادا تجي في الوسط، ما غاديش نقرص ليها انا الوسط مزيان. كنقرصوا اول شيء شويه الوسط، ومن بعد كنبداو نقرصوا في الجناب باش كيبقى داك الوسط متين. من بعد انا ملي كنلويها كنخليها كترتاح حبايبي. كنبقى على نفس العمليه بحال هكذا حتى كنكمل الكويرات كامل اللي عندي، كنلويها وكنخليها ترتاح. ما نقرصهاش ديك الوقيته النيت باش ما كتقطعش ليا العجينه. حتى لو تقطعات كاع كتقطع يعني غير يعني شي حاجه اللي بسيطه، فين كتخليوها ترتاح ما كتقطعش.
بحال هكذا. خليوها ترتاح باش من تجيو تقرصوها بالزربه تقرص لكم. ترحوها بحال هكذا، من بعد كتلويوها تاكدوا بان تسدات من تحت مزيان، دهنوها بالدقيق وكتحطوها. بعد مني قرصتهم عادي غادي نبدا نخبز هذه اول وحده. بعد مني طابت هنا من الجهه الاولى قلبتها، كيجي الشكل ديالها يعني جميل جدا، كتحمر. وكنكملوا نفس العمليه حبايبي الكرام لجميع الخبز اللي عندي. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم حبايبي. نتلاقاو ان شاء الله بعد نهايه الفيديو. وانا حبايبي بعد ما كملتهم كاملين هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، تحضروا على طريقتي حبايبي. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ورمضان كريم على جميع الامه الاسلاميه. نتمنى ان شاء الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطولة العمر يا رب وباش ما تمنيتو. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.